السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. واليوم عندنا فيديو روتين للغرفة، فيديو حلو ومحفز. وقبل لا نبلش بنات بالفيديو ندخل بتفاصيل الفيديو، حطوا لايك واشتراك، او اللي ما مشترك بالقناة يشترك. واحبكم كلش هواي، وشكرا لكم على تعليقاتكم وكلامكم الحلو اللي دائما يحفزني ويخليني استمر وياكم. وصح طولت بالفيديو بنات، بس يعني واحد شوية هالايام يعني عندنا شغل وهاي، فطولت بالفيديو. انا الفيديو مسويته تقريبا صار 3 ايام. فالمهم بنات، مو تنسون تحطون لي لايك وتذكروا لي بالتعليقات اللهم صل على محمد وآل محمد، وتكتبوا لي تعليقات يعني هواية على مود لا قلت لكم القناة تنسد وهم الفيديو يرتفع ويشوفونه غيركم يصعد يعني الفيديو. فالمهم بنات، أنا هنا شفتوا مقدمة الفيديو، شفتوا الهوسة، يعني شفتوا الهوسة اللي بالغرفة كلش يعني هوسة. بنات أنا صورت الفيديو وياكم وروتين كان كلش حلو، بس كان الجو كلش حار. تخيلوا مخلي الكاميرا ويصور. نظفت وياكم، كنت شلت المندر او الدوشة البردة، شفتوها لونها شكل، فراح تشوفونها غير شكل. شلتها همين ونزلتها، وكنست القاع سحفت شنو، كنست يعني اكثر من مرة، ومسحت القاع وياكم ورتبت هواي شغلات وتعبت بالتصوير. بس بنات كل هذا التصوير راح يعني بسبب الحرارة ما تحمل الموبايل، فالتصوير انحذف كله. فلحقت على هاي الكم لقطة ورتبت وياكم. هاي همين الستاند مالت الملابس، وكان مو هيك الملابس هوسة. فانتم مقدمة الفيديو مثل ما شفتوا الهوسة اللي بالفيديو يعني كلش هوسة. فسويت وياكم الروتين كان كلش حلو، بس نش نقول الحمد لله والشكر. فالمهم بنات، بقى عندي هذا الجزء مال الفيديو يعني، وهذا الفيديو همين كلش يعني طويل، هم يعني بتفاصيل حلوة، هم محفز. المهم بنات، خليكم ويا الفيديو، اتمنى الفيديو يعجبكم وبس. هاي بنات كلهم رتبتهم، فراح اخلي هذول الباقين. هاي السيلبر هيك هذا اخليهم جولين. شوفوا هاي بس الكبار رتبتهم من اكبر شي انه بجيت هيك يعني شو ما تقولون صاعدين مع تنازلين. ايش دخلت صاعدين تنازلين ما اعرف، بس يعني اقصد الترتيب من الكبير لحد الصغير اخر شي هذا. وراح ارتب هذول السلبرات الناصية. وعندي هذا الكعب مالتي الاسود هم ما كف هنا، فراح اخليهم هنا. الشوزات بنات هذولي كلهم اليه، ومن ضمنهم هذولي يعني. هذا الستان الزهراء اشتريته طلبت توصيل، طلبته لها ب25,000. هاي مال الملابس، بس حسيتها يعني كلش كبير بنات هذا على الغرفة مالتنا، احنا غرفتنا صغيرة. فقلت لها خلينا نجيب حجم صغير، فما قبلت وما كان موجود اصلا. قال مخلصات عندنا، بس راح نوفر وجبة جديدة بس من هذا. جاني هذا اللون الأسود، احنا كنا رايدين أبيض فمو مشكلة يعني. احنا الترتيب مال الغرفة مالتنا كان رايدينه يعني يتداخل اللون بالغرفة أسود وأبيض. فالمهم بنات يعني أكو ترتيب. أنا هسه مجرد بس روتين يعني سويت بالغرفة. الترتيب يعني الترتيب مو هسه بس يصير يعني واحد عنده الله يرزقه فلوس وهاي، يعني واحد بدون فلوس ما يقدر يسوي أي ترتيب أو أي شي بالغرفة. فالمهم بنات مجرد بس روتين سويت وياكم بهاي الغرفة. بس أنا قلت لكم شغلتين اشتريناها للغرفة، هذا الستاند، وطلبت همين أنا اشتريت الميز مالته بالمراية، هم أخذته ب100,000، والتوصيل مالته 5 كان هم 105 صغير. فباقي لنا كنتور إن شاء الله بس يرزقنا هم نشتري كنتور، يعني هي العافية بالتداريج يعني شوي شوي واحد. وباقي لنا صبغ بنات، والباب مالتنا يعني نرتبه الباب هم يعني. فقيل له فكرة كلش حلوة. وبنات قالوا له هذا اكو رفوف فوق اشيلنهم لو اخليهم، انا خليتهم عدود اسوي بيهم ديكور كلش حلو. بس شو هسه ما عجبني، يمكن لان ما مخليه الثالث بصفهم، شلت يعني بمكانهم خليتهم. هاي الرفوف خليتهم بمكان الرفوف بنات. هاي 3 شايفينهم، الاول ترتيب سويت لكم بالغرفة. وبنات راح اشيل هاي بنات اريد اشيلنها. وهاي الرفوف بنات، هاي الرفوف اريد اشيلهم. شو رايكم بنات؟ هاي الرفوف البيض اخليهم او اشيلهم؟ هذا الثالث مالتهم، هذا اللزقة مال الثالث. وهذا بعد ما جابت له تحافيات، بس هذول امي اشترت لي اياهم تحافي يصيرون هنا بصف البلازما بنات. وهاي اشيلنها اريدن كلش بسيط وبس يعني حلو ومكفينا. بهاي المجرات الاربعة، هاي ال4 مجرات. وهاي مرة بنات سحب هسه واركم اياها. وبيها هاي بنات، هاي هيك يعني تحطون بيه مكياج تسوون ديكور، بس ما اعتقد يعني المكياج اللي عندهم يعني هواي عاد. بس ان هذا بنات المجرات الاربعة كلش يشيلون هواي شغلات. وهذول خلون بين ديكور. انا هسه مرتب لكم بنات، راح اوريكم هذا شنو وراه. هاي السلم مراية سحب سلايد،
فتقدرون تحطون بيهن مكياجكم وأي شغلاتكم كلهن. أنا شوفوا وش راح مخليه هنا، يعني مخليه هيك الشغلات اللي أحتاجهم دائما. وبنات هذا الديكور كله أشيله، لأن هذا كله أشيله، فمخليه بعد ما أصبغ هاي الصفحة وهاي هم أشيلنهن إن شاء الله. هذا أغير اللون مالت الصبغ وهذا أشيله. فعندي ديكور حلو همين بسيط كلش، مو يعني هوس مثل ذني. وبنات هذا كله راح يتغير، راح يصير مثل هذا مراية، هذا كله يصير مراية من فوق لجوا، يصير هذا الباب كأنه ما مراية. شفتوا هذول الاثنين بنات؟ يعني كلش حلو الفكرة. بعدين إن شاء الله من نسويها راح نقول لكم عليه. وهذا اللون الصبغ ما مقررين حد الآن، ببالنا 3 ألوان أو لونين، فكل مرة نقول شكل. وبنات أشتري فرشة كلش حلوة، والبردة همين أغيرها. هنا أنا ما حاطين المبردة بعدنا، فإن شاء الله باكرة واليوم راح نخليها. راح أكمل بنات مثل ما قلت لكم. قولوا لي الرفوف أشيلهن أو أخليهن. أنا كنت الرفوف خليتهم من ضمن الفكرة مالت الترتيب مالت الغرفة، يعني خليتها رفوف. وشلت ذنيك الرفوف اللي تذكرون اشتريتهم بالترتيب مال المشتريات. فهي هذني يعني الفكرة كانت أخلي بيهن تحفيات وهذا. لو أزودهن وأخليهن بالشكل بالطول، يعني هيك بنات بالطول واحد فوق الثاني، وأرتبهن يعني أخلي مكياج أو فد أصباغ قليلة، يعني فشون بنقول مكياج اليوم هيك يعني، وأخلي تحفيات وهالسوالف. لو أخليهن على هاي الصفحة، لو أشيلهن يعني على هذا الشكل. انتم قولوا لي بنات يعني شو حسن. أنا ما عجبني كل لأن ما بيهن ديكور، والغرفة من تتهوس أو تترب. الجو كلش بنات مترب هالأيام، أحس تصير مو حلوة. بعد التوم أنا قلت لكم كتبوا لي بالتعليقات، بس أنا الترتيب يعني الغرفة مالتها وصبغها وترتيبها وديكورها والبردة والفرشة. وبنات أخلي هنا همينة فرشة بالغرفة صغيرة كلش عاجبتني هيك الفرشة من الفارو صغيرة، بس هيك شلون ما تقولون بالوسطى مالت الغرفة. هاي بنات ثالث مسحة، هاي ثالث مسحة مسحتها للغرفة. ظهرت رتبت هي 3 مرات على مود التصوير، لأن كل ما ينحذف وأنا أرجع أصور وأمسح من جديد. هاي بنات الترابة كلها بسبب الجو، لأن الجو صار كلش مترب. يعني تعرفون ما أعرف ليش كل ما يجي الصيف يصير الترابة، فصارت كلش عندنا ترابة. تخيلوا من تنظفين بالليل تنظيفة كلش قوية، ثاني يوم الصبح تلقين الجو مقلوب. هنا تحسي صدق تعبك راح وكلش تعبتي والتنظيف وين يروح. هنا بنات حاط شو اسمه هاي شغلات كلش بسيطة، مثل هيك يعني كلش بسيطة ان شاء الله. بس اول يعني واحد بس يروح راح اشتري شوية. انا هم وايد احب احط هنا اشياء كلش هوسة وتصير مو حلوة، فايد اشياء كلش بسيطة همين تكون ناعمة ارتب واحلى. هاي العشق اللي ما اقدر اشيلها، لازم اشوفها قبالي. هنا بس تراب بنات لين اني منظفته. وهنا مخلي هذا الكاروك مال عبد الله الرضيع هم كلش حلو، شوفوا
جيت اسد الفراغ مالتي. نرجع هاي الفواحة بنات كلش احب الالوان اللي بيها، لان بيها وردي وابيض، فهذا اللون الوردي كلش الفاتح كلش احب منه. هاي بنات امي جابتها وهمينه قالت لي خليها، راح تجيبي ميز جديد وخليها له، فاجا الميز كلش حلوة. هاي تصير مثل الكريستالة، شوفوا بنات وتشتغل. خلنا اطفي القلوب. صغيرة تشتغل فشلتنا بنات. شوفوا تخيلوا اذا اخليها هيك رأستها تشتغل كانت وحدها والله يعني. ايه شوفوا ما قلتلكم ما يجي. شوفوا بنات هاي بيها الاسم الإمام علي عليه السلام، فكلش حلو قاموا تخلونها بالزاوية. انا هناك كنت مخليتها. بس بنات هذا الباتر تفرونه هيك بيها منه يشتغل، ترخونه تطفى، ترخونه تطفى شنو يعني شوي هيك تخلون بيه رخاء ويشتغل. المهم خل نكمل. فمن شغلهم كلش حلوة، ولا لقيتوا يمها من يمكم اشتروا وياها سهلة للديار يعني مو غالية. نخلي هاي الفواحة جميلة. بنات هاي همينة المريم العذراء عليه السلام، يعني هيك مستوى مثال دائما اللي يروح يعني او يفوت من يم مرقد هو لو بنات مكان مالت الكنيسة مال مريم العذراء، هذا كلش حلو. شوفوا صار له سنين عندنا وانا مخليته بالغرفة مالتنا. دائما من تروحون المكان مالتها للكنيسة تلقونه موجود. هم موجود يعني. أنا ما بقى عندي شي بنات، بس المراية هاي هاي المراية، والمراية هاي الطويلة الذهبية. وأخلص يعني كلش تعبت يمي 4:30، وهسه تقريبا الساعة يمكن أحسب بال7 أو اي بنات بال6:49. هن شلت سويت ترتيب كلش قوي بالغرفة. دائما بنات اقول اكون اخلي هيك ابيض لان كلش احب الابيض وهاي، فبس اقول الحرامات يعني يتشخط وهاي، فهذا الصبغ مالته من هذا الكلش بنات العادي صابغينه يعني ما يدوم بالمسح هاي، بس كنس هذا المرطب تنظفونه وما تنظفونه كلش قوي فكله يوقع بسرعة وبسرعة يتلوث همين بنات على فكرة. هو يعني عملي نص ونص ما اقولكم كلش يعني، مثل اذا بنية دائما مهتمة بالشغلة وما عندكم أطفال فالشغلة تدوم وياكم أطول، بس إذا أطفال وصاخة وطبوع وهاي فشي أكيد الشغلة ما تدوم وياكم شهر واحد. تشوفون بنات نظيف يعني مو كلش متوسخ، لأن دائما عندنا هذه كنيسة مرطب وهيك نمشي شوي يعني. أنا أشوف بقعة مال الحمرة أو مال شي هيك بسرعة. شوف بنات غسل هنا لابسة قميص وجوا دهداشة. ليش لابسة القميص بنات؟ لأن ردانة طويلة وما عندي هذولي المكمل ما أعرف شو اسمهم بنات، معاصم ما أعرف اسمهم، نسيت حتى اسمهم. فالمهم غسلوا أهم شي واحد يستر نفسه، أهم شي مو مهم إنه لابسة أنا دهداشة جوا وفوقها قميص حتى لو الدنيا حارة وعلى البنكة، بس المهم ما أخلي إيدي يكون عنه. المهم يعني أكمل حجابي، لأن هو الحجاب مو مجرد بس يغطي الشعر، لا
تغطين القدام مالتك الرجلين. أنا هم شفتو إذا شفتو لابسة جواريب ما أعرف اسمهم واقيات شكل وشكل، بس أهم شي قلت لكم الواحد يكمل حجابه، مو أهم شي الواحد يجي ينتقده ويقول له ها شوف شنو لابس وهاي، لا ما لكم غرض بحكي الناس، أو ما لي غرض بأي واحد يدي يعلق تعليق سلبي. أهم شي أني راضية بالشي ومقتنعة وأرضي رب العالمين قبل لا أرضي الناس، هاي أهم شي. نظفتها كلها بنات، خليتها تلمع. هنا شوفوا بنات، تجيبون لكم هيجي وتسحبون هاي المراية هيجي بنات، شوفوا سحب سلايد هذا هيجي. خلنا نشوف هذا الورا مرتب لا. شوفوا بنات هاي من اخذ شغلة فتطيح شغلة. خلنا بس نرتب بنات. هي بيها رفين، بيها هذا الرف شوفوا، خلنا من بعيد اصوركم اياهم. هذا رف وهذا رف الاشياء الطويلة وهذا، فكلش حلو مستغلين الورا مالتي المراية، يعني المراية ظهرها كلش مستغلين. شوفوا المساحة مالتها شلون تقولون، بس مجرد 4 أصابع بس مستغلينها، يعني فشي كلش حلو. ومرة شيل التراب. هذا عندي أسيتون حلوة ومو كلش كبير بنات، يعني مسافته كلش حلوة وما ياخذ مساحة كلش. وتشوفونه رغم هو صغير بس ما اخذ يعني ما شاء الله عراض كلش هواي. نطلع هذولي الشغلات. شوفوا بنات يعني شوفوا الشغلات اللي ما اخذهن وبعد بالمجال. تخيلوا شوفوا، يعني مرات اقول ليش ما عندي غراض هواي، يعني ما عندي شغلات هواي لا عندي عطول لها. ومرات انسى واقول اتذكر انه هاي اللي مراية هي اللي ضامت لي هواي شغلات. وهنا عندي مثل ما شفتوا مكياج، وهنا اصبع، وهنا شغلات اغلاصات، وهنا نشالات، يعني كل هاي وشالت لي هواي من غراض. هذا باقي ببنات كلش شوي. خليتهم بنات هيك ترتيب، لان قلت هذا الشغلات اللي دائما استخدمهم يكونون هنا. اول عطور هاي الشغلات واحد، هاي المخمرية همينة راح اخليها هنا. نسيت هذا الاملاح. وبس هنشوف اللي بعده.
هنا أنا بنات الفرشة اللي خليها هنا كلش صغيرة، شوية لونها لو هيك يعني ورد فاتح، لو أبيض هنا. إن شاء الله بعد ما سويت ديكور الترتيب وهاي، يمكن بنات هاي اللي جوات شربا يسمونها تخدة، ما أعرف شو اسمها. يمكن أعتقد إحنا راح نشتريها همين نرفع بيها هذا مندر، هذا شو اسمه بنات، غلسة، يعني نرفع بيها على عمود همين. الفرشة راح تبين النزال مالت الفرشة هاي الكركش يبين أحلى، يعني فهمتوا علي. وبس بنات، لهنا وصلنا نهاية الفيديو. أشوفكم فيديو جديد، وأحبكم كلش هواي، وربي يوفقكم ويسعدكم. شكرا لكم ولكل شي، خصوصا هنا آخر لقطة من الفيديو. أحبكم كلش هواي، ومع السلامة، باي باي.